السلام عليكم. الفيز فتحت للمصريين ان هم يقدروا يخشوا الكويت، والحمد لله ده بعد فتره كبيره جدا، بس الحمد لله الخبر ده نزل والناس اتاكدت منه، وفي ناس طلعت فيز. طبعا في ناس كانت بتشكك في كلام اللي انا بقول كلامه، بس الحمد لله الكلام طلع حقيقي. وده موضوعنا. في البدايه كده انا عايز افهمك معلومه. انا لست مندوب جوازات، وليس انا موظف حكومي في اي جهه حكوميه. انا كل ما في الموضوع الان داخل الكويت، فبحاول اقول لك على المعلومه وانت قاعد مكانك من غير ما تروح مكانه، من غير ما تسافر. فبقول لك المعلومه عشان خاطر مش عايزك ينضحك عليك او يتنصب عليك. في البدايه كده اي حد عايز يجي الكويت، عايز اقول لك انت هتيجي بلد هتحترمك كانسان وهتلاقي فيها فرصه عمل كويسه. والكلام ده انا مش بقوله مجامله، لا انا بقوله من ارض الواقع. انا في الكويت ادي لي 5 سنوات، وبقول لك جاي الكويت تاكل لقمه عيش، ربنا هيكرمك وهيجبر بخاطرك وهتطلع من البلد دي مجبور الخاطر. سيبك بقى من اي كلام تسمعه من اي حد، انا بقول لك من ارض الواقع. البلد دي هتاكل فيها لقمه عيش كويسه لو انت جاي على نيه الشغل. البلد دي مش هتاثر معاك. الحاجه الثانيه اللي لازم أن تكون مخلي بالك منها، ودي الاهم، خلي بالك من كلمه مندوب. كلمه مندوب حط تحتها 100 خط، وكلمه مندوب مصري حط تحتها 1000 خط. المندوب الا ما رحم ربي في فئه منهم كويسه، بس المندوب اكتر واحد مش هيرحمك. الناس في الفتره الاخيره عماله تطلع كلام ان الفيزا ب 2000 دينار، ان الفيزا ب 3000 دينار، ان الفيزا ب 300000 جنيه، ان الفيزا ب 400000 جنيه. ده كله شغل مناديب بتعمل ترويج لشغلها. الموضوع غير كده. والموضوع اصلا لو انت دخلت مع مندوب ودخلك في السكه دي، فالقانون لا يحمل مغفلين. دوب هياخد منك المبلغ اللي انت هتديهوله، بعد كده مش هتطوله، يا طلع لك فيزا يا ما طلع لكش فيزا. وكلمه فيزا حره يا جماعه، انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، مفيش حاجه اسمها فيزا حره. البلد عملت لك حاجه كويسه. لو انت مؤذن في مسجد، او امام في مسجد، او مهندس، او دكتور، او ممرض، او اي وظيفه حكوميه من الوظائف دي، تقدر تروح للقنصليه الكويتيه في القاهره وتقول لهم انا وظيفتي كذا، وتقدم اوراقك هتيجي من مصر على وظيفتك الرسميه لو انت مؤهل عالي من الوظائف اللي انا قلتها. طب لو انت راجل صاحب مهنه كويسه، شوف لك شركه كويسه تيجي تشتغل عليها، وتلاقي نفسك اخر شهر بتاخد راتب، وتلاقي سكنك، وتلاقي مواصلاتك، وتلاقي امورك كويسه. كلنا لازم نكون عارفين وصراحه مع بعضينا، محدش مننا معاه المبلغ اللي ممكن يدفعه اللي هيسافر بيه اي دوله. المبلغ ده انت تكون مستلفه من ناس قرايبك عشان خاطر تقدر تسافر وتسدد لهم الفلوس اللي انت خدتها منهم. فمحدش فينا معاه المبالغ دي، وما عندوش القدره ان حد فينا يتنصب عليه في مبلغ كبير. المناديب هتنصب عليك. مكاتب السفريات فيهم 90% نصابين، فتخلي بالك برضو من المكاتب السفريات. هتلاقي في مكاتب سفريات بتقول لك على عروض كبيره، هوديك الكويت وهتاخد راتب 500 دينار، وراتب وسكن على شركتك، ومواصلاتك على شركتك، وكلام كبير. خليك كده عقلاني وافهم الكلام كويس. لو الشخص عنده مكتب سفرياته تأشيرة زي دي، ليه مش مصفر اخوه؟ ليه مش مصفر قريبه؟ افهم الكلام واعقل الكلام الاول، وشوف هل ده ممكن يكون حاصل ولا لا. الحاجه اللي انت تقع فيها في مصر وحد يقول لك هسفرك على الشركه الفلانيه، ابعت لاي حد قريبك موجود هنا في الكويت قول له اسال على الشركه دي. القانون لا يحمل مغفلين، فانا مش عايزك تتغفل وينضحك عليك وانت ما باليد حيله. انت ان كان عليك عايز تسافر، بس ولاد الحرام ما خلوش لاولاد الحلال حاجه. فخلي بالك من نفسك وما تخليش حد ينصب عليك، وما تدفعش فلوس لحد. ما تدفعش فلوس لحد. كل الموضوع عشان يطلع لك فيزا هنا في الكويت، انت محتاج منك صوره الجواز. يعني اي حد يقول لك عايز منك اوراق غير صوره الجواز بيضحك عليك. اي حد يقول لك عايز فلوس بيضحك عليك، ده نصاب. عطيته صوره الجواز، بعت لك سمات الدخول اللي هي الورقه الاولى في الفيزا، كده تقدر لو طلب منك مبلغ مالي تقدر تديهوله، مبلغ من اللي انتم متفقين عليه، مش المبلغ كامل. عشان كده لسه التاشيره ما طلعتش، دي ورقه المبدئيه اللي انت من خلالها تطلع لك التاشيره. طب قبل كله ده ايه اللي عليك تعملوه؟ لو انت بتفكر تيجي الكويت، روح اعمل لنفسك كشف طبي شامل، وتحليل فيروس، وتحليل كامل لنفسك قبل ما تدي لحد صوره الجواز بتاعتك. ربما يكون عندك حاجه وتقدر تتعالج منها في وقت تاني، وتبدا اللي انت من خلال الكشوفات اللي انت عملتها نفسك تطمن على نفسك. عشان لو انت دفعت فلوس لحد والفيزا راحت لك مصر، وطلع عندك اي مرض ما، الفيزا هتروح عليك وفلوسك هتروح عليك. يا ريت تخلي بالكم من نفسكم وما تخلوش حد ينصب عليكم. ان شاء الله اي معلومات جديده هتكون عندي هقولها لكم في فيديوهات تانية. السلام عليكم، اشوفكم على خير.